إن دولة الاحتلال التركي منذ نشأتها وتاريخها دولة معروفة بالإجرام وبالإبادة لجميع المكونات والشعوب وبالأخص الشعب الكردي. وإن تاريخ الدولة التركية الحديثة ملطخة بدماء جميع المكونات وبالأخص الشعب الكردي عن طريق المجازر والإبادات الجماعية، وخاصة بعد تأسيس حزب العمال الكردستاني وقيامهم بأول عملية عسكرية في باكوري كردستان عام 1984. كانت بداية الانطلاق ضد الشوفينية الدكتاتورية الدولة التركية بحق الشعب الكردي. ومنذ ذلك الوقت وإلى هذه اللحظة تقوم الدولة التركية بكافة المحاولات واستخدام كافة الأسلحة المتطورة من طيران وغيرها بهدف القضاء على قوات الدفاع الشعبي غريلا. ولكن بالرغم من استخدام كل هذه الأسلحة وبالدعم من حلف ناتو لم تتمكن تركيا من القضاء على قوات الدفاع الشعبي، فبالعكس كبرت قوات الدفاع الشعبي يوما بعد يوم وازدادت جماهيرها واستطاعت أن تسيطر على الساحة سواء سياسيا سواء عسكريا سواء إيديولوجيا. ونتيجة شعور الدولة التركية بهذا الإحباط لجأت دولة الاحتلال التركي الآن إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليا. ومن الأسلحة التي تستخدمها الأسلحة الكيماوية دولة الاحتلال التركي ضد قوات غريلا في مناطق الدفاع المشروع هو الغاز السام ذات اللون الأصفر، وكذلك الفوسفور الأبيض، وغاز كبريت الخردل، وكذلك غاز الأعصاب. هذا دليل أنه عن فشل المؤسسة العسكرية التركية كما كانت تدعيه رجب طيب أردوغان ووزير دفاعه بأنهم يتمكنون من خلال هذه العملية أو ذاك العملية من القضاء على قوات الدفاع الشعبي غريلا. هذا دليل بأنه فشل المنظومة العسكرية التركية عن القضاء على قوات الغريلا، فيلجؤون إلى أسلحة المحرمة دوليا، علما بأن استخدام الأسلحة الكيماوية هي أسلحة محرمة دوليا، ويوجد معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وإنتاجها وتوزيعها. هذه المعاهدة دخلت إلى حيز التنفيذ عام 1997، علما أن دولة الاحتلال التركي هي الدول التي هي الموقعة على المعاهدة ومصدقة عليها، أي يجب على دولة الاحتلال التركي أن تلتزم بمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن ما نشاهده ليس هناك أي احترام للدولة التركية لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، واستخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد قوات غريلا هي مثبتة بالأدلة والوثائق وبالصور. فعلى سبيل المثال حسب التقارير عندما قامت دولة الاحتلال التركي في عام 2021 بالهجوم على قوات الغريلا في مناطق زاب وشين وغيرهم من المناطق، فخلال 6 أشهر استخدمت الدولة التركية 323 مرة الأسلحة الكيماوية ضد قوات الغريلا. ما عدا ذلك عندما استخدموا المرتزقة الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في حلب ضد وحدات حماية الشعب، ونحن الجميع يدرك ونحن نعلم بأن المرتزقة ما يسمى الجيش الحر آنذاك كان بتمويل من تركيا استخدموا الأسلحة الكيماوية الغاز الكيماوي ضد قوات حماية كردية في شيء مقصود. كذلك في عام 2019 أثناء الاحتلال التركي لمناطق سريكانية وغريسبية صرح الخارجية البريطانية ووزير الخارجية البريطانية بأن استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية لأسلحة محرمة دوليا ضد الأتراك يشكل خطرا وانتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية، علما هناك كثير من المواثيق والقوانين الدولية تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية. من هذه القوانين والمواثيق الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي العرفي، النظام الأساسي لمحكمة الجنايات، علما بأنه في عام 2010 أصدرت محكمة الجنايات الدولية قرارا اعتبرت أن استخدام الأسلحة الكيماوية في النزاعات سواء كانت نزاعات دولية أو نزاعات داخلية تعتبر جريمة حرب، إضافة إلى إعلان لاهاي كذلك بروتوكول جنيف بشأن الغازات. كل هذه القوانين وكل هذه المعاهدات
وهناك إضافة إلى الكتيبات العسكرية لمجموعة من الدول التي تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، الأسلحة المحرمة دوليا، سواء في النزاعات الداخلية سواء في النزاعات الخارجية. وبالرغم من ذلك تركيا مستمرة في استخدام أسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ضد قوات غاريلا. ولكن مع الأسف بالرغم من هذه الأدلة وهذه الإثباتات التي تثبت باستخدام تركيا هذه الأسلحة محرمة دوليا، لم نجد هناك تحرك من المجتمع الدولي أو منظمات دولية، وخاصة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي هي بذاتها تشرف على معاهدة منع حظر الأسلحة الكيماوية. لم نجد هناك أي تحرك جدي تجاه تصرفات واستخدام تركيا للأسلحة المحرمة الدولية.